الشيطان الحقيقي مش اللي انت عارفه واللي انت ما بتشوفوش. الشيطان الحقيقي ده ممكن يكون قدامك طول الوقت، ممكن يكون بيضحك لك وموجود قدامك وفي وشك كل يوم وانت ما تعرفش. الناس شكلها طيب قوي وكلامها ناعم، بس جواها نية تخريب وفساد غير طبيعي، غير عقلك انه يستوعبه او يتصور. بيخلوك تغلط وبيشجعوك على الغلط، وبعد كده بيجي يلوموك عليه ويجوا بعد كده يقولوا اني اخاف الله اني بريء منك. تمام. دول مش بشر عاديين، خلي بالك، دول احنا بنسميهم او بيطلق عليهم شياطين الانس، وهم اخطر واعظم بكتير من شياطين الجن. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الانعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. يعني هنا مش بس بيوضح لك ان في الشياطين اللي انت عارفهم اللي هم من الجن، الشياطين اللي انت بتتخيلهم دايما بقرون وبجناحات والكلام ده، لا، ان شياطين الانس هم اعظم. عشان كده قدمهم في الايه على شياطين الجن، هم اعظم واكثر اثرا من شياطين الجن والعياذ بالله. في شياطين ببدله، وفي شياطين ببسمه وضحكه حلوه، في شياطين بتلبس وش صاحبك المخلص، وفي شياطين بتلبس وش شريكك اللي في بيتك اللي اقرب الناس ليك اللي بيخاف عليك ويا عيني بيخلص لك وبيشوفك احسن الناس وما الى اخره من القناع اللي هو بيبقى لابسه قدامك طول الوقت. الفرق الوحيد ان شيطان الجن بيوسوس لك وانت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحس ان دي وسوسه شيطان، لكن شيطان الانس بقى هو بيوسوس لك وبينفذ معاك وبيبقى عينه عليك وبيمشيك في الطريق اللي هو عايزه، هو طريق الفساد والطريق اللي بيغضب ربنا سبحانه وتعالى. بيزين لك الغلط وبيبرره وبيقول لك ما كل الناس كده، ايه المشكله لما تبقى انت كمان كده؟ بيشجعك بتخون وتكذب وتغش، وهو كمان بيخونك وبيكذب عليك وبيغش وبيوقع بينك وبين الناس الكويسه في حياتك، بيحاول يبعدك ويفصلك عن الناس الكويسه في حياتك ويخرب بيتك وانت مصدقه انه بيحبك وبيخاف عليك وانه اكتر الناس اللي قريبه منك. شياطين الانس مش دايما اعدائك اللي بيبقوا ظاهرين قدامك، اوقات بيبقوا اقرب ناس ليك، صاحبك اللي بيجرك ناحيه الحرام، زميلك اللي بيوقعك في الشغل وبيبرر لك الفلوس الحرام بشكل او باخر، او واحد تاني بيغريك انك تاخد حق مش ليك، او واحده بتدخل نفسها بينك وبين بيتك، او واحد بيدخل نفسه بينك وبين زوجك وبين بيتك وبين اهلك وناسك. لو تلاحظ ان شياطين الانس دول مش لازم يضربوك على فكره، او لازم يعني يعملوا فيك حاجه كبيره، او لا، كفايه بس ان هم يضعفوك، كفايه ان هم يوسوسوا لك، كفايه ان هم يودوك ناحيه المنطقه المظلمه من الدنيا او المنطقه المظلمه من حياتك بشكل او باخر. بيطفوا نورك، بيشككوك دايما في نفسك، بيخلوك تبقى دايما النسخه الاسوأ او النسخه الفاسده منك. وبعد كده برضه بيقولوا لك اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. طبيعي، هو شيطان اصلا. خليك واعي، مش كل ضحكه بتبقى نيه صافيه، ومش كل نصيحه بيبقى وراها خير وهدفها خير، مش كل الناس حتى لو كانت اقرب الناس ليك بتتمنى لك الخير. خليك دايما مع الناس الواضحه، الناس الصريحه، الناس الشفافه، الناس اللي قريبه من الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بترفعك مش بتجر